في إطار الحملات التطوعية الخيرية، نظمت جمعية نادي الصاعقة للكونغ فو خنشلة حملة تطوعية خيرية رفقة بعض من المتطوعين الطيبين، تمثلت في تنظيف المقبرة الإسلامية المتواجدة في حي لحسن مارر في ولاية خنشلة، حيث تم إيجاد كم هائل من القارورات البلاستيكية والقمامات والقبور المهدومة، حيث تهدف هذه الحملة لإيصال رسالة مضمونها أن حرمة الميت كحرمة الحي، وأن المقابر هي عبر للدنيا يجب ألا تكون بهذا المظهر السيء. خلينا نمشيو، اسمع نكملوا نمشيو الجهة هذه حتى لهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم قمنا بحملة تنظيف المقبرة. الأوضاع كارثية بالقمامة. يا ناس اللي يجي المقبرة بارك الله فيكم نقي وما توسخش. جبت معاك قرعة هزها وجيب معاك كيس نظف قدام القبر تاع الميت نتاعكم، وربي يرحم موتانا. وكذلك راح نضع على حاجة اللي كارثة، الناس راهي تستريح في قارورات وترماهم داخل المقبرة. ربي يهديكم. في إطار العمل التطوعي في تنظيف المقبرة الإسلامية، كاينة ملاحظات مهمة جدا نبلغوها للمجتمع المدني، للسكان وللسلطات في نفس الوقت. كاين قبور فتحت قديمة، فتحت يا ريت موالين الموتى أصحاب القبور يجيو يرمموا القبور تاعهم، على خاطر كاين الكلاب في الليل تنهش في الحرمات نتاع الموتى. السلام عليكم. اليوم قمنا بحملة تنظيفية، بحملة تطوعية في تنظيف المقبرة الإسلامية. اليوم وجدنا النفايات كثيرة، وجدنا القبور مفتوحة ومهدمة. نطلب من السلطات وعمال البلدية أن ينظروا إلى هذه الظاهرة الكارثية، ونطلب من الشباب في الخارج ألا يستريحوا في قارورات ويرموها في المقبرة، لأن حرمة الميت كحرمة الإنسان الحي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المسلمين المرسلين. اليوم نحن جئنا في حملة تطوعية تنظيف مقبرة إسلامية في ولاية خنشلة. نحن قمنا بحملة ووجدنا الأوضاع جد كارثية، كالأوساخ، كقارورات تحتوي على مخلفات الإنسان، كأشياء عدة. ولكن نطلب من الإنسان أن يحافظ على نظافة المقبرة، فحرمة الميت كحرمة الحي. قول. انسخ في المقبرة. في المقبرة.